أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم أن إيمانويل ماكرون والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون طويا صفحة الأزمة الدبلوماسية بين باريس والجزائر. بحسب الإليزي، فقد طوى الرئيسان صفحة الأزمة الدبلوماسية الأخيرة، وأعلنا عن رغبتهما في مواصلة تعزيز التعاون الثنائي. ورفع الرئيسان خلال محادثة هاتفية سوء التفاهم والمرتبط بالخلاف حول الناشطة الفرنسية الجزائرية أميرة بوراوي، واتفقا على تعزيز قنوات الاتصال لمنع تكرار هذا النوع من سوء التفاهم المؤسف، وفق ما أضافت الرئاسة الفرنسية في بيان. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أكد الرئيس تبون في حوار صحفي أن سفير بلاده في فرنسا سيعود قريبا إلى باريس، مشيرا إلى أن علاقات بلاده مع فرنسا متذبذبة إلى حد الآن. وشهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية فصلا جديدا من التوتر في فبراير الماضي، وذلك على خلفية خروج مواطنة جزائرية بطريقة غير شرعية، ويفترض بحسب القضاء الجزائري تواجدها بالجزائر، حيث يتعلق الأمر بالناشطة الجزائرية والمعروفة أميرة بوراوي، والتي تمكنت من الخروج من الجزائر بطريقة غير شرعية واتجهت إلى تونس قبل أن يتم إجلاؤها إلى فرنسا.